يا رب، لا يأتي شهر رمضان على أي بيت من بيوتنا إلا وقد ملأته فرحا وسعادة. رمضان أهلا مرحبا رمضان، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة. إن شاء الله النهاردة معادنا مع فيديو السعادة بتاع كل سنة بتاع مشتريات أو تجهيزات رمضان. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصراحة كنت مترددة أشارككم المشتريات دي ولا إيه، ولكن حسيت ممكن تستفادوا منها يعني شوية. طبعا زي ما انتم متعودين معايا دايما مشترياتي بتكون واقعية وبتكون حاجات عملية أكتر، وكمان زي ما انتوا عارفين الحاجات دي بكون مشترياها مثلا قبل رمضان بكام شهر، بقعد أجمع الحاجات وبعدين مرة واحدة بفرشها في تنظيفات بقى المطبخ كده، بنبقى نفرح بها على دخول رمضان. اللهم بلغنا رمضان. أول حاجة كده معايا النهاردة يا بنات، دي طالعة السنة دي شكلها حلو قوي، واخدة كده الدانتيل بتاع موديلات ايكيا كده، بس هي يعني انتاج محلي، حلوة قوي قوي. وبعدين تقدري تستخدميها كمان للحاجات بتقديمات العيد، الكحك والبسكوت والحاجات دي، تحطي بقى فيها تمر، تحطي فيها حلويات بتاعة رمضان، الحاجات البواقي برضو تحطها وتغطيها، تحطها على رخامة المطبخ كده، بتبقى شكلها شيك وحلو، وتنفع كمان للضيافة. أسعارها مختلفة من مكان لمكان، أنا جايباها ب75، في ناس جايباها ب100 جنيه، يعني كل واحد على حسب المنطقة اللي هو فيها. هحاول بقدر الإمكان أقول لكم على الأسعار في الفيديو ده، يمكن تستفادوا. بتاع دي عجباني قوي بصراحة، جميلة جدا جدا. برضو تنفع تمرية، تنفع برضو تحط فيها حاجات. هي يعني أحسن حاجة عجباني فيها الإضاءات اللي هي الأنوار بتاعة رمضان بقى المختلفة، الكوكتيل دي بتدي شكل حلو قوي، تحطها على الترابيزة على رخامة المطبخ برضو، شكلها حلو. تعالوا كده نتفرج عليها ونشوفها بعد ما ركبتها كده. كنت بحاول الأول أشوفها بتتركب ازاي، طلع تركيبها سهل قوي. ادي كده اتركبت اهي معايا على كلمة رمضان كريم، وبعدين في أهلا رمضان، شكلها حلو قوي بقى لما بتنور. وانا بصور قلت لعايشة تطفي النور عشان نشوف شكلها. يعني العلبة اللي فيها اللي هي الأكليريك العادية دي تتغسل بقى، تحط الحاجة فيها وتغسليها يعني بسهولة. وبعدين اكتشفت بقى وانا بصور ان النور اللي فيها قلاب، يعني انا ما كنتش بحسبه ان هو بيقلب، كمان بحسب ان هو يعني هو الشكل ده بس، طلع تقدري تعملي كذا اضاءة، تقلبي كذا شكل اضاءة فيها. رمضان أهلا مرحبا رمضان. ودي برضو سعرها بيختلف من مكان لمكان، يعني انا جايباها ب80 جنيه، في ناس بتباعها ب100 وشوية. هو يا بنات على حسب من الاماكن اللي انت بتشتري منها. انا يا بنات لما اجي اشتري حاجة بفاضل بين الاسعار، تبقى الحاجة موجودة في كذا صفحة، وانا بختار الاسعار يعني لحد اللي بيبيع اسعار كويسة. انا جايبة معظم الحاجات من ارزاق اللي انا كنت جايبة منها برضو مشتريات رمضان السنة اللي فاتت. بصوا بقى يا بنات، الصينية دي انا كنت فعلا نفسي فيها جدا بطريقة مش تتخيلوها. الصينية دي اللي اسمها ماي كيتشن، هي اسمها كده في السوق. يعني في منها اللون اللي هو ده، اللي هو اللون الجملي ده، وفي منها الفاتح البني اللي هو البارد ده. انا حسيت ان انا عايزه اللون ده خصيصا، فكنت كل ما اجي اطلبها من اي صفحه، وفيها برضو اسعار متفاوته، بتبدا من حاجه و70 وحاجه و80 و100، اسعار متفاوته. والله كانت مره في صفحه بتبيعها ب39 جنيه، بس بتبقى على حسب سماكه الخشب وعلى حسب النوع نفسه. انا كنت حابه الدرجه دي قوي، اللي هي الحاجات بقى البوهيمي والحاجات دي. والزياته كان نفسي في الزيتات يا بنات، اللي هي البامب المنفوخه، عارفينها دي؟ مش غاليه على فكره خالص، ودي كمان مش غاليين، يعني الاتنين دول تقريبا جايباهم برضو بحاجه و70. تقدري بقى تحطي جنبهم بقى فانوس رمضان، تقدري تحطي ورد اخضر، حاجات حلوه كده. كذا زرع كده، هعمل معاكم دلوقتي كذا شكل كده، بيجي معاها القمع بتاعها اللي هي الزياته دي، طبعا للزيت والخل. بصراحة حلوة قوي، وبتبقى شكلها حلو قوي على رخامة المطبخ. تقدري بقى تحطي في الفرشة في الأرضية مثلا حاجة من الخيامات رمضان، مثلا في ديكور رمضان تحطي في الأرضية كده، تحت الزياتة وتحت الورد ده حتة كده من مفرش الخيامية،
تدي شياكة. في الأيام العادية لو عندك مثلا فوطة كاروهات أي فوطة كده شكلها حلو كده، تقدري تحطها في الأرضية وتحطي عليها الحاجات دي، تبقى شكلها حلو وشيك قوي. ودي من الحاجات اللي أنا جايباها من قبل رمضان بفترة، بس لسه ما استخدمتهاش علشان عايزة أحطها إن شاء الله بإذن الله في تنظيفات رمضان، تبقى شكلها حلو ويبقى مميزة وتبقى حاجة جديدة في المطبخ. تعالوا بقى على الحاجات بتاعة البهارات دي. بص يا بنات، انا عندي طبعا فاكرين البرطمانات بتاعه البهارات بتاعتي، عارفينها اللي هي تبقى غطاها فضي، اللي هي كانت من ايكيا من 5 سنين عندي تقريبا، ولكن كنت عندي تقريبا حوالي مثلا 12 برطمان منهم بتكسر منهم كتير. فطبعا مش هغير بقى الحاجات دي، في حاجات طالعه احدث بقى. فجبت الحاجات البايركس الحراري دي حلوه قوي، كانت طالعه الاول الواحد كان ب45 وكانت اسعار غاليه، يعني دلوقتي سعرهم نزل شويه. وعلى فكرة هم خامات، في منهم بيكون يعني الازاز بتاعه رقيق قوي، ده مش حلو، ده ما شاء الله سميك ومحمل وحلو. الواحد تقريبا ب30 جنيه. جبت 4 على قد الرف بتاع البهارات اللي انتوا عارفينه عندي، اللي هو الابيض ده، هحطهم تحت واللي باقي من الطقم القديم هحطه فوق، هيبقى شكلهم حلو يعني، يدوا مع بعض كده شكل. وينفع برضو تستخدميهم برضو للمشروبات، مش لازم بهارات بس، يعني استخدميهم للبهارات يعني بقى اللي هي اللي تستخدميها على طول يوميا، او استخدميها للمشروبات بقى، قرفة، زنجبيل، كل الحاجات اللي عندك دي. المجين دول والله بصوا مش جايباهم لرمضان خالص، بس كنت جايباهم في وقت كده وعجبوني، قلت خليهم بقى افرشهم في المطبخ بعد ما نضفوا تنظيفات رمضان. ده كان عرض كده جاي على مجات وشكله كان حلو قوي، عجبني اللون اللي هو المنت ده، بحس بالهدوء كده يا بنات وانا بشرب في الالوان دي. وده طبعا مشهور ومعروف، تقريبا الواحد كان ب45 في الحدود دي يعني. دول الاتنين مش لايقين على بعض، ولا الاتنين كل واحد من بيت غير التاني اصلا، مختلفين. ولكن انا عندي الطقم بتاع عارفين يا بنات اللي هو الرف اللي انا بحط فيه المجات، بحطه على رخامة المطبخ ده، برصهم فيه كده، بيبقى عاملين كوكتيل مع بعض وبيبقى شكلهم حلو. تعالوا بقى على الطبقين الخرافة دول، انا ولا جايباهم للاكل اللي هو الاكل العادي يعني الطبيخ والكلام ده، لا جايباهم عشان اقطع فيهم فكة مثلا لو عندي ضيوف، لو هقدم فيهم حاجة للضيوف، يعني بنقدم في اطباق كده، غير اللي هي حاجات العيد والحلويات، مش قصدي على كده. لو بتقطعي فاكهة بتقدمي حاجة، موز مثلا، تفاح كده، شكلهم حلو قوي للتقديم للضيوف على الصينية كده. فجبت منهم 2 بس، يعني انا صراحة مستخسرة احط فيهم محشي ورز وخضار، شكلهم حلو قوي قوي يعني. فجبت 2، الواحد ب50 55 على حسب الحجم يعني. تمام. وفي منهم المفروض ان انا طالبة بولة نفس يعني الطقم 3 كده مع بعض، بس الشكل اللي كانت بتاخد الاوردر مني ما جابتش البولة، ما حطتهاش في الاوردر يعني، او كانت خلصت عنده. طبعا انتوا عارفين ان انا كل سنة يا بنات لازم على دخلة رمضان اجيب لي طاسة كده بتاعت بقى للفول، للبيض، تعملي بيها طشة، تعملي بيها اي حاجة. بصي يا بنات والله انتوا ممكن يعني تختلفوا معايا في الرأي ده. تروفال اسمها تروفال، مش نوفال ولا تيفال، التروفال اللي هي تبقى أرضية الحاجة زي خلية النحل، شايفينها اللي هو الأرضية عاملة زي الخلية كده. أنا يا بنات شايفة النوع ده تحفة، على مدار سنين دايما لما بجيب الحاجات اللي فيها خلية النحل في الأرضية اللي هي شركة التروفال، والله حاجاتها عملية وبتعمر وبتعيش. ممكن تختلفي معايا، بس لأن أنا جربت سيراميك وجرانيت والتيفال العادي وكله، صدقيني تروفال حاجاتها عملية جدا جدا وما بتجرحش بسهولة وبتعيش كتير. طيب كان عندي مصفى بلاستيك زي ده من زمان، فاكرين لما كنت فاتحة القناة من 8 سنين من زمان، كان لونه أخضر، فاكرين يا بنات؟ اتشرخ مني ووقع وحباه قوي، بس ما شفتش في السوق الشكل المستطيل ده بقى لي فترة، فلما لقيته جبته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حلو. مثلا لو انتي نقع فراخ وعايزاها تتصفى، لو بتستخدمي مش للفاكهة ولا كده يعني، بستخدمه اكتر للفراخ وتصفية الفراخ والحاجات دي. ممكن لو عاملة كرنب مثلا وعايزة تصفيه، بتقطعي الكرنب مثلا ويتصفى، اي خضار، السبانخ، اي حاجة عايزة تصفيها كده بتتصفى فيه، وحلو وجميل يعني بصراحة، عملي قوي، وكان سعره تقريبا 55 حاجة زي كده. تعالوا بقى نشوف جبت ايه تاني. جبت البتاعة دي اكس صراحة عليها يعني ديسلايك، مش عجبتني خالص، استخدمت واحدة منهم، هما كانوا 4.
عجبني بقى اللي هو قلت لا ده تبقى جميلة دي بقى. بصوا ما بترغيش يا بنات، بنحط عليها الصابون المعين ما بيرغيش وما تعرفيش السر في ايه. فديسلايك. بصوا بقى تعالوا نشوف الحاجات دي. عارفين يا بنات سمعتوا عن منتجات مصر للطيران؟ البنات اللي عايشين في مصر هنا دايما تلاقوا كده ناس على الجروبات بيبيعوهم. المنتجات بتاعت مصر للطيران دي تحفة تحفة تحفة. هقول لكم انا جايبه الاطباق دي ليه. الاطباق دي جايباها مثلا لو انا بوزع على اولادي حلويات، لو مثلا كل واحد حته جاتوه، لو بياكلوا لب كل شويه كل واحد في شويه. الطبق ده قد كف الايد كده بالظبط، مش كبير الكبر اللي كده، وما بياخدش مساحه في الادراج عندك ولا في الظرف، وبسرعه يتغسل. وده ميلامين قوي جدا. عارفين الميلامين اللي هو بيستحمل وبيدخل مايكرويف، لو الناس اللي عندهم مايكرويف والناس اللي عندهم غسالات اطباق بيدخل غسالات الاطباق. بصراحة حلو قوي 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 ما شاء الله اللهم بارك. التلاتة ب20 جنيه، والله العظيم. وفي صفحات بتبالك ال5 يعني على حسب كل صفحة يعني. وده برضو ميلامين سعودي برضو من شركة مصر للطيران. عارفين يا بنات مصر للطيران بتقدم الحاجات دي للناس اللي على الطيار، ففي ناس بقى بيبقى فيه بقى بواقي من الحاجات دي فبياخدوها بيبيعوها. معروفة يعني ومتاحة على كل الجروبات في العلن يعني بتتباع. حلوة قوي. والاطباق بقى التانية الميلامين السعودي دي جايبة منهم الستة ب20 جنيه. متخيلين؟ لكم ان تتخيلوا. عمليين جدا بقى، مخلل سلطات الولاد ياكلوا فيهم حاجات خفيفة كده. المجات دي برضو ميلامين حراري جميل، بيدخل برضو الميكرويف وصحي جدا. ميلامين قوي قوي قوي. بس الباقي وانا بعمل الفيديو ده كانوا في الحوض مش نضاف، كانوا الولاد شاربين فيهم، فقلت اوريكم واحد بس اللي كان نضيف يعني، لان انا بستخدمهم اوريدي، دول بستخدمهم. دول يا بنات كانوا جايين لي هديه من اختي وحبيبتي من شي ان. كانت جايبهم لي كذا حاجه هنا هتلاقوهم من شي ان، ما اعرفش سعرها صراحه لانها جايه لي هديه. اللي هو بقى ده بلاستيك على فكره، والقاعده بتاعته كده خشب. شكلهم حلو وظريف. بصراحه مستخسره احطهم على حوض المطبخ، تقريبا هحطهم في الحمام عزكم الله. يعني شكلهم حلو قوي طبعا عايزه ورده اصغر من كده، فرحت جبت لها بتاعه تانية كده صغيره، ورده كده هتشوفوها دلوقتي. شكلها حلو كده لما تتحط على الرخامه بتاعه الحمام كده فوق، بتدي شكل حلو وظريف في الحمام. تحطي مثلا في الاتنين شاور، او واحده شامبو وواحده شاور كده يعني. عارفين لو لونهم اسود كنت ممكن احط على حوض المطبخ واحده، لكن ابيض على حوض المطبخ ان شاء الله باذن الله بقى كل شويه بقى تتطرطش من المواعين وغسل الفراخ. لا 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 لا، حسيت انها عايزه مكان هادي شويه عن حوض المطبخ. تعالوا بقى نشوف فوط المطبخ دي. اللهم بارك يا بنات. الفوط دي انا مجرباها للمره المليون مثلا. طبعا من مبالغه، مش مليون ولا حاجه، بس دايما بجيب منهم. الفوط دي الفايبر بتاعها تقيل قوي ومحمل. في بيكون فايبر خفيف، ده بتحس انها مش قوي، لكن ده الفايبر بتاعها الفروة عالية، وده ب45 جنيه. هتلاقيها تقريبا في معظم الاماكن 45 40 50، هتلاقيها كلها كده يعني. دول 5 فوط محملين، شكلهم حلو قوي. حسيت شكلهم فيه حياة كده وفيه فرحة كده، فقلت هشيلهم لرمضان. هم جايين من قبل رمضان بكتير برضو، بس قلت هشيلهم يعني. عارفه بقى الواحد عايز يسايس نفسه كده في رمضان وهو جاي من الشغل مقريف، والمفروض ان انا ادخل اعمل الفطار، فبقعد اضحك على نفسي بقى بشويه حاجات كده افرح نفسي يعني. ايه يا ام علي انت هتورينا الفرشه كمان؟ ايه وجع الدماغ ده؟ تعالوا اوريكم الفرشه دي يا بنات. الفرشه دي اللهم بارك اللهم بارك للشيش بتاع الشيش الخشب اللي انا بنضفه معاكم على طول. ولو برضو عندك شبابيك الوميتال، الحجم بتاعها شايفين اللي هي شحيحه، مش اللي هي العريضة، تدخلك في الأرموتال في المجرى بتاعه، تدخلك في الشيش في الأماكن الضيقة بين الشيش. ناعمة نعومة يا بنات، تحس إنها هتنادي على التراب كده تجذبه زي المغناطيس من نعومتها، وبتنفض الحاجة وجميلة جميلة. دول برضو جايين لي هدية من شي ان. بصوا هتلاقوا هنا شوية حاجات للعيد كده يعني. ده أنا هحطهم مثلا في الغرفة عندي على الكومودينات والتسريحة والحاجات دي. فده برضو كان جايلي هدية، فقلت اوريهولكم بالمرة بقى كده ايه مع المشتريات، لان كنت الحاجات دي كلها عيناها في كرتونة واحدة حاطة فيها كل الحاجات وبجمعها عشان اعمل لكم الفيديو ده. فلقيت الحاجات دي كده ايه جاية في النص يعني. تعالوا بقى نشوف المفرش ده. حلو قوي، ينفع لترابيزة الانتريه عندك. ينفع. انا جايباه صراحة يعني عندي في الغرفة بتاعتي. هحطه كده وهينزل على الجنبين كده، هيبقى شكله حلو.
جميل قوي، شكله جميل وحلو. تعالوا بقى نشوف باقي الحاجات. عارفين انا بسجل الفيديو دلوقتي الساعة كام؟ تقريبا الساعة 2:30 بالليل. تخيلوا بقى يعني الليل أقبل والوجود سكون بقى، ومفيش ولا عبد الله بيزعق ولا جمانة ولا حد بينادي عليا ولا دوشة. يعني بقى دايما السؤال بيجي في دماغكم، ازاي يا ام عليا مفيش حواليكي دوشة؟ انتي بتكلمي فين؟ بتكلمي امتى؟ أسئلة بتجيلي زي كده. المفرش ده جبته قبل كده، وكان عندي منه لون رصاصي السنة اللي فاتت، وحلو وعاش وعمر معايا. كنت في الاخر بقى لما بدأ يبهت شوية المفرش الابيض اللي وريتهولكم ده، حطيته على الغسالة. لو تفتكروا فاكرين كنت بصور كده بحط دورة الغسيل وهو على الغسالة، حلو وجميل. قلت اجيبه بقى كده على دخول رمضان. يعني المفارش دي حلوة، الواحد ب35 تقريبا او 30 حاجة زي كده. جميل جميل جميل. وده برضو من الحاجات اللي تقريبا هحطها في العيد، مش هحطها في رمضان. تمام. شايفين لما مثلا تحطيه، مثلا لو الكومودينو عندك لونه بني، يظهر البني من تحته مع الابيض، يعني لون الاساس يظهر مع الابيض يدي شيكة رهيبة. تعالوا بقى نشوف جبت ايه تاني. الله، المنظمات دي يا بنات ترددت مرارا وتكرارا ان انا اجيبها. كل شويه اقول هي هتعمل لي ايه؟ يعني ده انا عايزه دريسنج، انا ما عنديش دريسنج، انا هجيبها اعمل بيها ايه؟ ده الحاجات دي بتاعت الدريسنج والحاجات دي. فلما جبتها بصراحه يعني حلوه قوي. انا استخدمت في غرفه البنات منها 2 وباقي 2، انا كنت جايبه 4 واستخدموها البنات عندهم في الغرفه. علياء وعائشه، علياء خدت 1 وعائشه حطت 1. حاطين الخمارات يا بنات، عارفين الخمارات بتاعتهم بيلفوها رولات كده، ورصين الخمارات كامله في البتاعه دي. وممكن تحطي بقى اي رفايع تانية في الاوضه، اي حاجه فيها حلوه. تخيلوا بقى، انا لما عرفتها كانت سعرها فوق حاجه و80 وحاجه و90، دلوقتي جايباها ب55 جنيه الواحد. حلو قوي ومتين جدا وعملي قوي ومتين متين، اللهم بارك. فاديت البنات 2 في غرفتهم بيحطوا حاجتهم فيها، وانا خدت 2 ليا. وانا بقى زي الاطفال مش عايزه استخدمهم دلوقتي، مستنيه بقى لما انضف التنظيفه كده الحلوه واستخدمهم. بصوا بقى يا بنات، هنا البتاعه دي طبعا يا ام علي انت جايبه لنا حاجات، ده حاجه البتاعه دي طالعه من زمان. لا مش هي دي اللي طالعه من زمان، اللي طالعه من زمان مش عمليه قوي، وحد يعني قريب مني جابها واتكسرت منه مش عارفه، بس انا لقيت واحده نوعها حلو، ودي سعرها 135 جنيه. الفرو بتاعها من تحت محمل، اللي هو البتاع اللي هو همسح بيه اللي هي الشرشوبه دي، محمله وحلوه بصراحه، جميله وهتبقى عمليه يعني هي بس هتحتاج جردل الخارجي، ابقى احط الميه وامسح منه. همسح بيها بقى قدام الباب، السلم، البلكونه، الاماكن دي اللي هي محتاجه حاجه قويه كده، فهتبقى حلوه الاماكن دي. ومساحه مدينتي لتاني مره اجيبها، مش اول مره اجيبها، تحفه. ولانها تحفه التحافه يعني فانا جبتها تاني، حلوه قوي. تخيلوا يا بنات انا جايباها بكام؟ والله انت هتتصدموا، انا جايباها ب35 جنيه. اول مره كانت يعني كانت اختي جايباها لي هديه، كانت لسه سعرها عالي شويه، فدلوقتي لقيتها في العروض نازله ب35 جنيه عند، عارفين يا بنات جاليري بيت الفريده؟ طبعا اكيد ناس كتير هنا بيسمعوني عارفينه. فجبتها وكانت عليها عروض ومطولين الايد بتاعتها عن القديمه، فجبتها ب35 جنيه وصراحه تحفه، تستاهل 10 من 10. مساحه مدينتي دي بتشفط الميه شفط وبتنشف الارض، مش عايزه تنشفي اصلا ورا، خاصه الحمامات. تعالوا بقى يا بنات للبتاعه دي، انا جبتها قبل كده مره كانت معايا لو تفتكروا، كان لونها فوشيا فاكرينها، بس اتكسرت. طيب يعني اتكسرت يا ام عليا وتكرريها دليل على انها حلوه؟ لا ايوه هي حلوه جدا جدا جدا. بدل ما اقعد اميل على الباسكت تحت وانزل الحاجات في المطبخ ان انا بقطع حاجه او بعمل حاجه، على طول بعلقها كده في ضرفه المطبخ واحط الحاجات فيها مباشر، بتسهل عليا جدا جدا جدا، فحلوه استخدموها جميل. لغايه هنا ده كده ملخص سريع للفيديو، انتهت مشتريات النهارده. اتمنى تكون الفيديو ما طولش عليكم، عرضت لكم مشتريات تكونوا استفدتوا بيها وتكونوا عجبتكم وتكونوا خدتوا افكار، وشاركتكم تجهيزاتي لرمضان السنه دي 2026. حبيباتي ومحباتي من قناه سفيرة السعاده ام علياء، أشهد الله أني أحبكم في الله. ما تنسونيش دايما من صالح دعائكم، ما تنسونيش دايما من الدعاء بظهر الغيب، لأني فعلا بحبكم جدا ويشهد الله على حبي ليكم. دمتم في أمان الله حبيباتي ومحباتي. ما تنسوش الصلاة على النبي واشتراك في القناة دي، اشتركوا عشان نكبرها مع بعض. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.